السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين منين؟ كلشي بخير؟ نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير دائما. فيديو جديد جيت نسلم عليكم ونقول لكم برك وبشركم رمضان كريم بالصحه والسلامه، وباش ما تمنيتو يا ربي جميعا الله يدخلو عليكم وعلينا وعلى جميع المسلمين. باش ما تمنيتو بطول العمر وراحه البال هنا يا ربي. وكنتمنى من الله نلقاكم دائما كل عام بخير وعلى خير. خوتي العزاز خواتاتي الله يجزيكم بخير. البصيمه اول مره غادي نبقى ندير لكم في المقدمه بحال هكا. البصيمه شوفي حدا كتب مع اليمين كاين زر ديال الاشتراك، والجهه الاخرى كاين لي لايك ديالكم الزوين. الله يجزيكم بخير. لايك ما تخسروا والو، غير لايك. شادين التليفون طالقين كونيكسيون فضلا وليس امرا. الله يحفظكم الله يجزيكم بخير. حفزونا ونتمنوا من الله نزيدوا قدام شويه حنا بهذه القناه ان شاء الله. والله يسهل على الجميع، واللي بغى شي حاجه الله يكمل عليه يا ربي. اليوم ان شاء الله غنوجد معكم واحد البسيطلات اللي هما اقتصاديين في متناول الجميع. غادي ندير نص مالح ونص حلو ان شاء الله. الطريقه شرحت غير ديال الحوت وديال الدجاج غير مقتطفات منها. ويلا معايا نوجدوا ان شاء الله. نتمنى من الله ينال اعجابكم وشكرا لكم ورمضان كريم. هنايا غادي ندوز الحشوه نوجدها ديال بسيطلات ديال الدجاج. وهنايا جبت الكروفيت داب من الثلج غادي نقيه. بعد ما نقيتو خديت هذوك القشور ديال الكروفيت، حاولوا تحتفظوا بهم ما ترميوهمش، راه زوينين. درتهم يغلاو شويه. غادي نحط فيهم شعريه فيرميسيل، يعني شعريه صينيه ديال القمح. راه نوع مزيان كتكون زوينه. بعد ما غلات صفيت هذوك القشور وحطيتها في هذاك الماء ديال اللي طبختو ديال الكروفيت. راه كتجي واحد النكهه زوينه كتنسم لينا الشعريه الصينيه صراحه. وهنايا دزت حدايا غير لقطات من الشرموله ديال الدجاج اللي غادي نعمر به بسيطلات حلوين. بطبيعة الحال القوام اللي كديروا في البسطيله راه عادي، قرفه بزار، شويه ديال معلقه ديال الزبده، شويه الخرقوم الربيع، الملح والزيت، يعني العطريه اللي كنديروا عادي ديال البسيطلات. هنا بعد ما طاب راه حيدت دوك الفخيضات، وهاد لاصوص هو اللي غندغمر فوق البوطه. غنخنقص عليه غنخليه يدغمر وغندير فيه البيض. كاين اللي كيدير البيض كاين اللي لا. انا درت فيه البيض. المهم هنا راه بعد ما ساليت هذيك الحشوه ديال الدجاج حضرت معكم غير لقطات منها. هنايا راه غندوز للشرموله اللي غادي نصايب الحوت. عندي راس معلقه ديال الهريسه، عندي الربيع، عندي الحامض مصير القشور والقلب ديالو، عندي الصوجه، عندي الزيتون مقطع، عندي لاصوص ديال مطشه اللي وجدت معكم من قبل. حقيقه ما بغيتش ندير ديال العلب، اللي بغى يدير ديال العلب معلقه يديرها. عندي هاد المقله فيها زيت العود والزبده فاش غنصوطي الحوت. من طبيعه الحال هذاك الطبيسي اللي حاطه حدايا فيه عصير ديال الحامض، ومن طبيعه الحال شويه ديال الكمون، الملحه، البزار، نتوما راكم عارفين الشرموله ديال الحوت. هنايا داك الزيتون راه قطعته رقيق، دوزتو في هاشوار هو الاول. وهنايا راه غادي ندير الشرموله ديال اللي غندوز فيها الحوت ونشرمل بها الشعريه الصينيه. هنا راه غندير كلشي في الهاشوار، يعني غتجيكم بخلطه زوينه. كبيت الحامض حتى هو، وهنا العطريه ديالي. نكتروش العطريه بزاف على القياس. البزار حاولوا ما تكتروش حقاش دايرين الهريسه. وبعد ما درت العطريه غنكب جهد معلقه ديال الصوجه. وهنايا الشرموله الصراحه كتجي واعره، هذه هي الشرموله اللي كيديروا ديال الحوت، كتصوطي فيها الحوت. وهنايا بعد ما ساليتها غندوز نصوطي الحوت، نشرملو في المقله. هذيك الشرموله اللي صايبت راه درت شويه زيت العود والزبده
كالعادة راكم عارفين كندوزو كل حاجة بوحدها. حاولوا تجهدوا البوطة شوية باش ما يطلقش الماء، راح نتشرموله ديال هذا اللي صايبت فيها بحال شكل لاصوص، ولكن لا حاولتوا تردوا مع البال غادي يشرب، ما تسقاوش عليه من تحراك. هنايا دوزت الحوت لاخر تا هو داكشي قسم الله، يعني درت غير داكشي اللي حاضر عندي صراحة. ايوا غادي ندوزهم بجوج من بعد المقله في نفس المقله نيت. درت داك الشرموله قسمتها عليهم ثلاثه، درتها في الشعريه وفي الزيتون ودرتها في الحوت. وفي الاخر ملي غادي يبرد ليا كلشي الحشوات غادي نزديهم مع بعضياتهم في نفس المقله. قلت لكم دوزت الحوت الاول والثاني ودوزت الشعريه من وراهم. وداك السائل اللي صفيت فيه الحوت راه غادي ينفعني الصراحه. وهنايا خليكم مع تسمية الفيديو وجدت الحشوات كاملين وحطيتهم بردوا وجدوا، وغندوز ان شاء الله باش نعمر معاكم. وخليكم مع تسمية الفيديو ونتمنى من الله ينال اعجابكم. المهم هنايا راه عندي الخلطة ديال الحوت. درت انا على حسب كل استطاع ديالو، درت غير كروفيت ودرت الحوت الابيض. الله يجعل البركه اللي عندكم قديو به بلا ما نبقاو نتسناو حتى نشوفوا واش ناخذوا الحوت انواع كلها، لا اللي عندنا نقديو به. ودرت الزيتون مقطع ودرت فيرميسيل. بطبيعه الحال قاديت المسائل كيف ما كتعرفوا تبارك الله، كلشي تيعرف في قاد الحشوه ديال الحوت. خليتها دابا راه بردات، وجدوها بكري وخلوها ترتاح. هنايا راه وجدت الكميه ديال حنت على حسب الدراري كلش كيبغي، قسمت داكشي قسمنا، قسمت شويه حلو شويه مالح. هنا درت الدجاج، طيبته كيف ما العاده الطريقه ديال البسطيله. وديك التغميره ديالته دغمرته في الاخر ملي قاديت الدجاج حيت اللحم فرقته على العظومه، عزلته ايوا وخلطته مع داك التغميره اللي بقات ليا ديال اللي طاف الدجاج. هنا راه وجدات. وهنايا عندي خليط ما بين اللوز والكاوكاو صراحه باش ما نكذبش ماشي كله كاوكاو، عندي خليط ما بين اللوز والكاوكاو. هنايا طحنته مع ما الزهر وشويه ديال السنيده على حسب الحلاوه. راكم عارفين كنسمو شويه ديال القرفه وشاسي ديال المزاريلا. كان ما الزهر سائل ديروه، ما كنديرو شاسي ديال زهره البرتقال. صافي هذا هو الخليط اللي غندير في السيطلات مالحين. وهاد لاصوص هذا بقى ليا مني كنشرملو الحوت صوتيته في المقله. درتو في الشبيكه وتسقطر ما نرميوش، هذا غندهنو به شويه اللون ديال الورقه. وغادي تشوفوا معايا شنو غندير به، ما ضيعتوش تسقطر في جباني هنا وخليته اي حاجه نستعملوها ان شاء الله. هنايا الورقه راه زوينه، كيدير واحد السيد حدانا صراحه راه مزيانه. غير غادي نقطعها. انا غنقطعها بحال هكا. المقص كان عندي ما عرفتش فين تلف ليا، غادي نديرها بحال هكا